افضل الصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نبداو ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو غنقترح لكم حلاوه الشعر المحبوبه عند الاطفال، وبطبيعه الحال هذه حلوه ديال الزمن الجميل، يعني قليل اللي كيعرفها. فهي بطريقه سهله غنقترحها عليكم ونقدمها لكم، ونتمنى تجربوها لوليداتكم لانها غتفرحهم بزاف وغتعجبهم. كيف ما كتشاهدوا معايا فهي كتجي كيف ما كتشوفوا شعيرات رقيقه بزاف. ونبداو على بركه الله في المقادير. غنحتاج واحد 500 غرام ديال السكر سنيده اللي هو سكر حبيبات، و200 غرام ديال الماء، قبصه الملح اللي هي ضروريه في جميع الحلويات، وغندير ضروري واحد العصره ديال الحامض باش السكر ما يخسرش لينا. هنا بالنسبه للملون نتوما ديروا اي ملون بغيتو او خليو السكر بيض كيف ما غتشوفوا معايا في التتمه ديال الفيديو. هنا كنخليو السكر كيغلى مزيان، كنديروا واحد التجربه، كناخذوا واحد شويه كنديروه في الماء حتى كنحسوا بهذاك البول اللي غنحصلوا عليه يكون قاصح ما يكونش لين، باش كتنجح معكم الوصفه. كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو كيوضح اكثر. هنا كنبقاو نديروا التجارب حتى كنحصلوا على داك البول القاصح اللي غنحتاجوه بهذه الكيفيه، باش كتعرفوا تحبسوا القياس ديال الطياب ديال السكر. كيف ما كتشاهدوا هنا باقي عندنا الكره لينه، هنا كيف ما كتشوفوا باقا لينه، ولكن في هذه التجربه الثانيه اللي وريتكم راه الكره قصاحت. هنا من بعد كنديروا ضروري في ورق بابي كويسون او ورق الطهي، كنخليوه حتى يبرد شويه، يعني كتقدروا تحكموا في درجه ديال الحراره ديالو، ما تخليوش عاوتاني يبرد. ومن بعد كتجمعوه بهذه الطريقه حتى كتحصلوا على واحد الكره بهذه الكيفيه. ضروري من بابي كويسون لانه كيساعدكم، وفي نفس الوقت الخليط ديالكم ما كيلصقش. هنا كنبقى ندير هكا، وفي نفس الوقت كنجمعها، وفي نفس الوقت كنبرد داك السكر. كيف ما كتشاهدوا معايا حتى كتزول ديك الكره كامله من بابي كويسون. حاولت نخلي لكم جميع المراحل. من بعد ما نجمعوا الكره كناخذوا هنا واحد الصحن كنوضعوا فيه الدقيق الابيض اللي كيكون محمر بحال اللي كنديروا في السلو، وكنوضع معاه 2 معالق ديال النشا. هنا كناخذ ديك الكره من بعد ما دفات شويه كنبقاو نديروها بهذه الطريقه بحال اللي كنديروا لاسيغ تماما بنفس الطريقه. كنبقاو نلينوها باليد حتى كترطب. من بعد كنديروا لها بحال هذا الشكل، وكنوضعها في داك الدقيق والنشا اللي درنا، وكنبقاو نلويوها بهذه الكيفيه بحال رقم 8. وكنجبدوا شويه كنبقاو نلفوا، وضروري كنستعنوا بداك الدقيق والنشا باش ما كيتلصقش لينا، وفي نفس الوقت كديري تكونوا دوك الشعيرات ديال الحلوه. يعني طريقه سهله بزاف ما كتاخذش الوقت، وفي نفس الوقت راها ناجحه وكتجي لذيذه بالنسبه للدراري الصغار. يعني ضروري نرجعوا نبينوا ليهم الحلوات اللي كانوا عندنا في ايام زمان. وكاين بعض المتاجر حاليا باقين كيبيعوها، يعني كيديروهم في الساشيه ديال البلاستيك للوليدات وكتعجبهم بزاف، واخا ما خاصهمش يكثروا منها بطبيعه الحال لانها كلها مصنوعه من السكر. كيف ما كتشوفوا الشعيرات بداو كيتكونوا لينا بهذا الشكل هذا. وضروري الاستعانه بالدقيق ونشا. وهنا نفس الوصفه نفس المقادير نفس الطريقه، فقط في عوض الملون الاحمر هنا ما درتش الملون. وغنستمر يعني بنفس الطريقه، وكيف ما سبقت وقلت لكم غديروا اي ملونات بغيتو، تقدروا ديروا بالزرق، تقدروا ديروا بنفسجي، اي لون بغيتو نتوما. يعني حتى في شي حفله ديال اعياد الميلاد فهاد الوصفه ملي كديروها فهي كتثير الانتباه ديال الوليدات وكتعجبهم، خصوصا اللي درنا فيها يعني جميع الالوان. نقدروا نديروا غير مقادير وحدين ونقسموهم ونلونوهم، يعني ماشي ضروري كل وصفه على حده. بنفس الطريقه الوصفه الاولى، يعني حتى اللي ما فهمش في الوصفه الاولى غيفهم الطريقه الثانيه. يعني ضروري هاد المرحله اللي كنبردوا فيها
ومن بعد كنجمعو بنفس الكيفيه، كنحاولوا كنجبدوا شويه داك السكر حتى كيعطينا الطوع في اليد، ما نخليوش هكا قاصح. هنا كيبدا يرطب لينا داك السكر وحتى اللون ديالها فكيفتح، ما كيبقاش نفس اللون الاول المغلوق. هنا بدات كتعطينا الطوع من بعد ما كترطب كيف ما غتشاهدوا معايا. يعني كترطب يعني كنا في يدين، يعني ملي كتكونوا كتصايبوا فيها غتحسوا بالفرق. كنجمعوها على شكل كره وكنوضوا واحد الثقب في الوسط، وحتى هي بالدور ديالها ضروري كنوضعوها في الدقيق اللي محمر. يعني كناخذوا فقط شويه ديال الدقيق كنحمروه فوق البوطه او في الفران، وكنزيدوا ليه نشا كيعطيها مذاق زوين، وفي نفس الوقت ما كتخليش الحلوه تلصق ودوك الشعيرات يبانوا. يعني بهذه الطريقه. وفي نفس الوقت ما تخليوش يعني الكره ديالكم حتى تجمد ولا تبرد. حاولوا تسرعوا بهذه الكيفيه يعني وتصيبوها قبل ما تبرد لكم ديك الكره. وكنرجعو كنبقاو لويو. الفيديو راه موضح اكثر من الشرح، وكنستعانوا ضروري بداك الدقيق والنشا باش ما كيلصقش لكم وباش كتكونوا لكم الشعيرات. وكتخليو كلشي متساوي، يعني ما تكونش جهه غليظه وجهه رقيقه بهذه الكيفيه. وكتبقاو تجبدوا وترجعوا تلويو على شكل 8 وكتجبدوا حتى كتحصلوا على دوك الشعيرات وكتحبسوا بطبيعه الحال. يعني كتبقى ديك الرق ديال الشعير على حسابكم نتوما، بغيتو رقاق بزاف بغيتو يكون شويه غلاظ، ولكن هما الاحسن كيجيو رقاق كيجيو ولداد. كيف ما شفتوا الشعيره بدات كتكون، البلاصه اللي كنشوف باقي فيها شويه يعني داك الخيوط شويه غليظه كنجبدها باليد وكنرجع نجمع على شكل 8 ونستمر بنفس الطريقه، ودائما باستعانه بالدقيق وبالنشا. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. فالشعيرات كيبداو يبانوا وكيجيو رقاق بزاف. هنا تقدروا تحبسوا في هذا يعني في هذا الوقت هذا، تقدروا تزيدوا ترقوا اكثر، فكيرجع لكم اختيار. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتحضروها لوليداتكم. وطريقه التقديم كتبقى كيف ما بغيتو، يعني غير شدوا قطعوهم بهذا الشكل كيف ما غتشوفوا معايا، لويوها على يديكم وحطوها هكا في الطبيصلات او وضعوا عليهم في بلاستيكات كيف ما كتباع. يعني دوك البلاستيكات اللي كنحطوا فيهم الفانيد يعني للوليدات الصغار دوك الصغار كتوضعوها فيهم. ونترككم في رعايه الرحمن وكنقول لكم مع السلامه.